لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1970 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بەڵێ خۆشەویستان وەکلەوانە ڕابردووش کەمێک لە خزمە دەواتی پیرۆزدا بن کە رب العالمین دەفەرمی بێگومان پەروەردگارتان ئەڵڵایە ئەو زاتەی سبحانه وتعالى کە ئەسمانەکان و زەوی لە 6 ڕۆژدا دروست کرد پاشان ئیستیوای کرد لەسەر عەرش سبحانه وتعالى هەر ئەویشە تەدبیری ئومور دەکا هەموو کاروبارەکان بەڕێوە دەبا ما من شەفیع إلا من بعد إذنه هیچ کەسێک ناتوانێت تکا بکاتن لە ڕۆژی قیامەت ئیلا مەگەر الله تعالى ئیزنی پێ بدا. ئیتر ئەو زاتە الله تعالى پەروەردگارتانە بیپەرستن ئایا پند و ئامۆژگاری وەرناگرن. بەڵێ ئینجا دەفەرمی إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام أي إن مالككم أيها الناس وخالقكم ومدبر شؤونكم أي خلچينا أو پروردگاري كوا خالقين گويو أنگوي بديهنا وهروها أو پروردگاري كوا مالكين گوي واتها خاونين گويو أو پروردگاري كوا كاروبارتان هموي بري ودبا هر أو ذاتي المستحق للعبادة وحده هر أو ذاتي بتاكو تنيا شاني پرستني هي أو ذاتي كوا آسمان كانوا زوي لشش روج دا دروس كردية ديارة أو 6 روج وكلواني رابش باس ما كر 6 روجي بحساباتي دنيا نقبة حساباتي قيامات إتر بابلين بمصطلح استامان واتا او 24 ساعتي سروي دنيا مانا بلام كاتك خواي قوري اسمان كانوا زوي دروز دكا هشتا حركي روج ومانغو زوي نية تاوكو بلين بلام بتقديري استامان وادكا والله اعلم هو رأي جمهور علماء كوا او 6 روج بس روجي دنيا ادي باشا لو خواي قوري بكون فيكون يك دروستي نكر خولتوانا ودا صلاتي داهي بلي وكلواني رابردو سن رأيك ما باسكر لسر أويك وحكمة لودا يقلوانك أخواي قورديويتن إما فيري تأني ولسر خويب كالكاركان من دا لقل أوش كأخواي قوربتوانا بكون فيكونيك هموش تيك بكا بلان بشش روش آسمان كانوا زوي دروس كرديا تاوك إماش لسر خوبين لكارو باركان من لا باهر البرهان كوابيان الحق الغزنبي باسدك يعني نوسيتي دڵێ لێ بە 6 ڕۆژ خەڵقی کردیە لتشاهد الملائكة الخلق شيئا بعد شيء تاوك ملائكة لو كاتدا کە موجود بوون تاوەکو دروستبوونی ئاسمانە كان و زەوی قۆناغ لە دوای قۆناغ ببینن فيعتبروه ويدركوه تاوەکو پەندی لێوەربگرن و ئیدراکی بکەن و تێی بگەن. وقيل لأن تصريف الخلق حالا بعد حال أحكم وهروها قلت لها لبروي بريو بردني خلقي خواي قورة سبحانه وتعالى واتدرزبوني خلقي خلشي خلط خبابلين درز كردني أو مخلوقات لقو بقوناغ بندي قوناغ لدواء قوناغ أحكم بالتأكيد
أو مخلوقا ياخذ أو خلقتا أو دروس كراوة محكم تردبي وأبعد من شبهة الاتفاق وهروها كاتكوا بقونا أغبندي أسمان كانوا زي دروس كرا خواي دروس كرا كذا فرم بشاش روج وبشاش قوناغ كواتا لو حاط الدور تلا لو يكوابلين باتفاق وتبسط فدروس بوا كبالتأكيد وانية. ثم استوى على العرش فاشان الله تعالى استواء كل سر عرش خوي استوى أي على الله وارتفع على عرشه الله تعالى برز بوا لسر عرش خوي سبحانه وتعالى أو عرشيكوا المحيط بجميع خلقه أو عرشيكوا ما قورترين مخلوقي خوي قوري سبحانه وتعالى أو عرشيكوا المحيط بجميع خلقه واتتسار دوري همو مخلوقات كان تريق هرتية لويا قورترين مخلوقي الله تعالى عرشه كخوي قور خلقي كرديا يتر خوي قور لدواي دروس كردني آسمان كانوا زي وكو ليرة ولا سندين زي قاد كشتأكيد سركاته ثم استوى على العرش برز بوا بسر عرش خوي سبحانه وتعالى استواء يليق بذاته استواءك لائق بخوي سبحانه وتعالى هل أو ذاتي يدبر الأمر أي يدبر أمور جميع خلقه وشؤونهم كواتا تدبيري همو كاروباري بندكان هل أو التدبيري ذكا بريوي دبا وكل لا تفسير سعد ضلي في العالم العلوي والسفلي إتل العالمي آسمان كان لعالمي سرزوي هر خواي قوري تدبير أمور كان همو دكا إتل لإماتو إحياء وتجياندن ومراندن وهروها لدابزاندن رزق وهروها لمداولة الأيام بين الناس كخواي قوري سبحانه وتعالى روزقار كان لنيو خلشي دادا قوريتوا وكشف الضر عن المضرورين هر خواي سبحانه وتعالى ناخوشي ونهامتي لسر كساري شي زور محتاج خواي قوري لادبا وإجابة سؤال السائلين هر خواي سبحانه وتعالى لضمن تدبير أمر أو يكوا خواي قورا ولامي أو كسانداتك دعادكا فأنواع التدبير نازلة منه وصاعدة إليه كوات أنواع تدبير أنواع بريو بردن أنواع أوامر كان كلمة بريو بردنا نازلة منه وصاعدة إليه هل لا أو فرمان كان دادا بزي نتائج كان شهد قرن ولا أو وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه همو مخلوقات كانش همو مخلوقات كانش ملكة لبو عزة عظمته لبو سلطان دا صلاة خواهي قولة سبحانه وتعالى أبي السعود دل إيثار صيغة المضارع كاتي كذا فرمي يدبر الأمر بصيغة فعل مضارع لبرتي للدلالة على تجدد التدبير واستمراره وكو تاوكو تيمام بقيني أو تدبيري خواهي قول لبو شؤون خلق خوي ببردوامي ساد لدواي ساتو ببردوامية نك جارك تدبيري كريو بجيبي لنا سبحانه وتعالى بلكو بردوامي ساد لدواي سات خواهي قول تدبير أموري عندك لإغاثة اللهفان دل التدبير يضاف إلى الله تارة وإلى الملائكة تارة القرآن في روس تمشارك التدبير أمور هندك زاد ديت بال الله تعالى هندك زاد ديت بال فريشتكان فيضاف إلى الله تعالى أمرا وإذنا ومشيئة كواتك هذا ديت بال الله تعالى وتأمرك لا أودر دس أمري تدبير وهروها خواي جورة إذني لسرك أو اشتبه شيء بريوبتي ومشيئتكش ويستكش هل ويستي الله تعالى وكو أو آتيك استعمل خزمة دان يدبر الأمر ويضاف إلى الملائكة تارة أخرى عند ذلك ذي الملائكة لكونهم هم المباشرين والممتثلين للتدبير لبرأوي فرمان كان كدردس لأن الله تعالى شيء كوا بابن فرمان كان تكليف أنا ذكر بريو برده خواهي يقول شيء تكليف ذكر بريو بردني أو أمران أو بريو بردني أو بون ورا ملائكة كان أوانا كوا أو أمران وردقرن أوانا كوا زيب زيد كان
وكو لسورة النازعات دفن فالمدبرات أمرا. وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارة بهماشي وش كاتك وأخوي قورن باز لو وفاة كردنو مردني مخلوقات كايندك هنزار ذات بالملائكة كان وكدفن توفته رسولنا لسورة الأنعام كسك أزال دين ملائكة كان إخوي قورا أوان دين أو كار زيب زيد كانوا برياري وفاة كللان الله تعالى ولبفلان كذا أوان زيب زيد كان وهندي زاش فعلا مباشرة ذريت فعل الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها لسورة الزمر. الله سبحانه وتعالى نفسه كان دمريني كواتب بفرماني الله تعالى بفرماني الله تعالى ملائكة كان زي بزيد كان ما من شفيع إلا من بعد إذنه أي لا يشفع عند الله أي شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله بذلك. هي استكاكاريك نية بتوين لروج قيامة تكاب كان لخزمة الله تعالى إلا لدواي أوي كالله تعالى إذني أو كسددا كتكابك والشفاعة بكاء. شفيع ديار ما من شفيع شفيع أي ناصر ومعين. شفيع بمعنى سرخلو يارمتي درده. أدى أبو ابن عطية دلي ما من شفيع إلا بعد إذني دلي أو آت رد على العرب في اعتقادها أن الأصنام تشفع لها. مشركة كان عرب كاتك أصنام وبتوصل مكانه دبرست أو فلسفي كأوان بحساب بهوي ولسر أو أساسه ملائكة دبرست بريتيب ولا أو كوا أو ملائكتنا مثالا لبو ملائكات يعني أو بتوصل معنا أو أنا رمزا لبو ملائكتش كتي إخوانا والعياذ بالله يتل لا إخوائي قول سبحانه وتعالى شفاعتي عن لو ذكاء خواهي سبحانه وتعالى ديال رأي أوان واعتقادي همو كسيش مشركيش رد ذاته كهيز كسيقنا تواني تكاب كلاي الله تعالى مقر الله تعالى إذني بدا. أبي حيان ضلي ناسب ذكر الشفاعة التي تكون في القيام بعد ذكر المبدأ ليجمع بين الطرفين الابتداء والانتهاء. كواتا أو آتا ليرد كباز للشفاعة دكا كوالا قيامته طبعا شفاعة دكري لبيش أو باسي دروس كرني أسمانا كانوا زوي كركوا سرتايا إتر خواهي يقول له آتا دا باسي سرتا وباس كوتاي دكا سرتا كي كبريتي له دس بكردني خلقي أسمانا كانوا زوي كهر الله تعالى دس بكردي وهر الله تعالى خلقي كردي هر بخوشي بروي دبا سبحانه وتعالى كوتاي يكشي كقيامته هل لان الله تعالى حسابات لقل خلشي ذكره وهيج كسيش ناتواني تكاب كامجر الله تعالى إذن يبدأ شربيني ضلي أوش فيه إثبات الشفاعة لمن أذن له كواتا كذا فرمهيز كسجنات وأن الشفاعة بكاء إلا مجر الله تعالى إذن يبدأ كواتا أو إثبات الشفاعة أو بلقي أو آت بلقي لسروي كوا شفاعة هي والله لو شيء لو أو كسي كوا الله تعالى إذني لسرددا وكوا شفاعة بكاء لا اقتضاء الصراط المستقيم. ابن تيمية قال إن شفاعة المخلوق عند المخلوق كاتك مخلوقك شفاعتك لا مخلوق يشدك تكون بإعانة الشافع للمشفوع له لو حالتي أو كسيكوات كادك أو كسيكت كادك لو أويك ويارمتي أو كسيبدا كواتكايلو دكا بغير إذن المشفوع عنده كاتش كوا أو كست كادك شافعك ببي بيست بويني كوا أو كسيكوا للاي أو تكادكري أو إذن بدا بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه بلام بلكو هنديك زاد كاتك بابلين مخلوق للاي مخلوق كادك لبو كسيش ديكا لو يبيست بإذن أو كسيني كواتكاي للابكا لبرو أو كسبخوي بيست بو تكاكاريه يتر أو كسي كدتي كادكا وشفاعة دكا لو كسيش يتر دزاني أو تكاكي ردنا كاتل برو أصلا أوش بخوش بيست بو كسهيا وإما لخوفه من فيحتاج أن يقبل شفاعته يعني أوتا أو كسي كواتكادكا لبو كسي لاي كسيش ديكا بيست بإذن أونيا كمخلوقة لو يعني أصلا أو كسي كتكاي للادكا
ئەسڵەن بەخۆی ترسی هەبی لەو کەسێکەوە تکاکارە و ناتوانێ ڕەدی بکاتەوە. بەڵام لای الله تعالى غني عن العالمين. الله تعالى أصلا بيستي بكسنية سبحانه وتعالى، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم. هل الله سبحانه وتعالى كبيست بكسنية وهر هموشيان بخوي برودبا، فإنه ما من شافع إلا من بعد إذنه. هيت كسيق ناتواني تكابك مقر لدواء أوي الله تعالى إذن ددا. فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة، كاتهر بخويتي كإذن دا كسيق شفاعة بك، وهو يقبل شفاعته، هر بخوش قبول دكا، كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه. وكو أويك خواهي سبحانه وتعالى كاتك وكسيق إلهام دخاتنا وذلك فلان دعاء بك، دعائك قبول لك، فالأمر كله إليه كله له. كواتا همو اشتكان دقرينو لأخوي سبحانه وتعالى. لا إغاثة اللهفانيش كابن القيم دله، والشفاعة بإذنه ليس الشفاعة من دونه. كاتك خوي سبحانه وتعالى إذن دا الشفاعة بك، ليس الشفاعة من دونه، ليس الشفاعة من دونه. كواتا شفاعتك نية لخوار خوي، ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه. كواتا كاتكوا أو كاسا خوي قول إذني دا شفاعة بك، ناتوان شفاعة بك مقر خوا إذن بدا سبحانه وتعالى. والفرق بين الشفيعين هو كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. كواتا فرق لنوان دو حالت هيكوا، كسيك شريكة لقل كسيكي ديكا، يان كسيك بنديكي فرمان بيكرا ولبو كسيكي ديكا. فالشفاعة التي أبطلها الله شفاعة الشريك، فإنه لا شريك له. كواتا أويك خواي قول إبطالي دكاتو بيشيويك نية، أويك خواي قول الشريكي نية تاوكو الشريكة بتوان شفاعة بكلا الله تعالى. أويك وأخوي قول إثبات كذا شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له. كواتا أويك أخوي قول النفي دكاتو هيز كسيك شريك نيلقى الله تعالى تاوكو بتواني بحكم شراكتي بتسي شفاعة لكن بك نا بالكويك إثبات كذا. أويك وشفاعة دكا عبدش مأمورة بيغمبريك عليه الصلاة والسلام يأخذ كسيك أخوي قول إذني دا شفاعة بكا، إذني بداك واتبع بإذن منها تواني شفاعة بك، ويقول اشفع في فلان، وإن ذا خواهي قرش إذني دا لبو فلانكس شفاعة بك، وبيدا فرمي لبو فلانكس شفاعة بك. ولهذا كان أسعد الناس بالشفاعة سيد الشفاعة يوم القيامة أهل التوحيد. كواتت مشاهدك اللي خوش بخترين كس بشفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا بابني سيد الشفعاء لروج قيامتي قوريت كاكارانا لروج قيامت شيء أو كسيك أهل توحيدة. كواتلوية أوي كوا شريك لبو خواهي قوري بالريار داتم بهيج شيء ويك خواهي قوري إذن هذا شفاعتي لو بكره، بلكو خواهي قوري إذن دا ببيغمبر عليه الصلاة والسلام شفاعت بك لبو كسيك لأهل توحيدة لقدر توحيدة كشي بخوش بخت بشفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. ديار آتك اشتري ما باسي بكين اللهم لبرتوا بونيكات دوستين ببشتوان رب العالمين لوان إذا تدين وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.